هذا مكذوب موضوع كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهذا أصلا. كذلك من قال إن من تسمى محمد فله ذمة من محمد ويدخل يدخل له الجنة، هذا كله باطل. كل ما يقال في هذه المسائل، وأن من كان اسمه محمد فإن بيته يكون في كذا وكذا، كل هذه أشياء لا أساس لها. الاعتبار باتباع محمد لا باسم محمد، فكم لله من محمد وهو خبيث لا خير فيه، لأنه لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ولم ينقل لشريعته. فالأسماء لا تطهر الناس، وإنما يطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله عز وجل. فإذا تسمى بمحمد أو بأحمد أو بالقاسم أو بأبي القاسم وهو فاجر لم ينفعه هذا الاسم، بل الواجب على العبد أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله وأن يلتزم